ليس الغدر أن يغدر بك عدوك، ولكن الغدر الحقيقي هو أن يغدر بك أقرب الناس إلى قلبك. هو ده الغدر الحقيقي، وهو ده موضوع حكايتنا النهارده. اهلا بيك عزيزي المتابع في حكايه جديده على قناه حكاوي روني المصري. حكايتنا النهارده هو درس اتعلمته واتكرر تاني، يعني حصل في 2021 واتكرر بسم الله ما شاء الله، لسه في 2023 لسه بنقول فيها بسم الله وتكرر نفس الموقف. حكاية النهاردة قبل ما نبدأ الحكاية وقبل ما نغوص في التفاصيل، اطلب منك عزيزي المتابع تجهز كوب من القهوة السادة، فنجان قهوة سادة، علشان مرارة الحكاية تواسي مع مرارة القهوة السادة. يلا بقى بينا استعد عزيزي المتابع لحكاية هتعلمنا درس قاسي جدا، ألا وهو الغدر، وخصوصا الغدر من أقرب الناس إلى قلبك، اللي بيغدر بيك، اللي انت بتعتبره من لحمك ومن دمك. جاهز عزيزي المتابع مشروبك المفضل؟ ويلا بينا نبدأ حكايتنا. الغدر. حكاية النهاردة بتتكلم عن الغدر من أقرب الناس ليك، أو من أكتر ناس انت ما كنتش تتخيل أو تيجي في مخيلتك ان هم دول اللي يغدروا. سنة 2021 بدايتها أنا كنت شغالة في ايجنسي، وكانت الدنيا لطيفة وظريفة وكانت الدنيا حلوة جدا. حصل في شهر 3 2021 دروب للايجنسي دي، لان احنا كنا نشتغل بنعمل ماركتينج او ماركتينج استراتيجي وادفرتايزنج لكلاينتس في امريكا. حصل دروب للايجنسي دي في 2021 بالاخص في شهر 3، وسبت الشغل. وحرفيا بعد ما سبت الشغل ما كنتش عارفة اعمل ايه خالص. كان ليا واحدة صاحبتي كنا شغالين مع بعض في نفس التيم، يعني هي صاحبتي، يعني انا كنت بقول عليها اختي. يعني يا جماعة القصة ما تتضايقوش لان صعب. كنت بقول عليها اختي، يعني اختي استحالة، يعني ده انتي اكتر من اختي، ده انتي ماي سول ميت. حرفيا قلت عليها انتي السول ميت بتاعي، رفيق الروح، رفيق كل حاجة. للاسف اللي بنقول عليهم دول هم اللي الغدر بيجوا منهم. هي سابت التيم وانا سبت التيم، خلاص الايجنسي كلها اتفككت. فطلبت مني ان احنا نشتغل مع بعض. قالت لي ايه يا روني، ما تيجي نشوف نشتغل مع بعض، انتي خبرتك في الجزئيه دي وانا خبرتي في الجزئيه دي، ونشتغل مع بعض ونعمل حاجه كويسه. فكرت في الموضوع كده، بس قلتها هقولك على حاجه، انا معيش البادجت ان انا يعني اشاركك او نعمل بروجكت مع بعض، بس انا عندي الاكسبيرينس اللي انا اقدر اشاركك فيها. فانا دلوقتي احنا اتفقنا انا معيش بادجت بس معايا اكسبيرينس، وهي معاها بادجت ومعاها اكسبيرينس في حاجه معينه بس مش في البيزنس كاوفر. قالت لي مش مهم، انا معايا بادجت وانليميتد بادجت، وانا معاكي وفي ظهرك، ان شاء الله هنعمل مشروع وهنعمل حاجه كويسه جدا. بجد ايه الحلاوه دي، يعني ده انت ربنا بعتك لي انا، ده ربنا يعني يخليك لي. انا فعلا متوقعه منك ان انت مش هتسيبيني في الظروف دي. انا فقدت شغلي وما عادش عندي انكم، زيرو انكم، وما فيش كل حاجه. انا من النوع ان انا اصلا مصرفه، يعني اللي بيجي من هنا هوب بصرفه من هنا، فما فيش اي سيفنج خالص. ما معيش بادجت ان انا شيرنج معاهم. قلت لها يعني انت واثقه فيا؟ قالت لي بصي انا عارفه الاكسبيرينس بتاعتك وعارفه انت تقدري تعملي ايه، وانا في ظهرك بكل اللي انت عايزاه. قلت لها طب اوكي، سيبيني يومين كده اظبط البلان بتاعت البروجكت اللي هنشتغل عليه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وفعلا عزيزي المتابع ما كملتش يومين ولقيتها هي اللي بتتصل بيا وبتقول لي ايه يا روني انت اتاخرت عليا، عايزين بقى نشتغل مع بعض ونبقى بدل ما كنا شغالين في تيم واحد نكون شغالين في تيم واحد، بس مش تيم، لا نبقى بارتنر، نبقى شركاء ونعمل بقى حاجه عظيمه وحاجه فانزي، وانا واثقه فيكي جدا جدا جدا. قلت لها والله وانا متحمسه جدا، وانا فعلا حطيت بلان للشغل وظبطت كل حاجه، ما تقلقيش. خلاص ظبطنا الشغل وظبطنا كل حاجه، وجينا عند اهم نقطه. سالتني سؤال، روني احنا ظبطنا كل حاجه، انت التاسكات بتاعتك وانا التاسكات بتاعتي والشغل وهنعمل ونسوي وبلا بلا 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 بلا، ولسه حاجه واحده بس ما اتفقناش عليها. انت تاسكاتك هتبقى كذا وانا تاسكاتي هتبقى كذا، وانت يا روني مش هتدفعي فلوس بس هتخشي شير في الخبره، وانا هدفع من مالي الخاص،
وهريسك. فتتوقعي نسبة الشراكة بيننا احنا الاتنين هتكون كام؟ يعني انا هساهم بالفلوس، ودي يعني انت عارفه يا روني هازل كبير وكده، انت مش هتساهمي بفلوس، انت هتساهمي بخبره. انت شايفه يا روني انت تاخدي نسبه كام وانا اخد نسبه كام؟ قلت لها والله طالما سألتي السؤال ده يبقى انت عندك الإجابة ومحددة كل واحد هياخد نسبة كام. قالت لي لا، انا عايزة اسمع منك انت الأول وتقولي لي ايه النسبة اللي انت شايفاها مرضية. بس خلي بالك يا روني انت يعني احنا صحاب واخوات وكل حاجة، بس انت مش هتدفع فلوس، انا اللي هخاطر بفلوسي. قلتها ما انا برضه هخاطر بوقتي ومجهودي، وانا اللي اغلب الشغل هيبقى عليا، وانا اللي اغلب المانجمنت هيبقى عليا. قالت لي بس انت عارفه كل ده جميل ولطيف بس الفلوس يعني اهم حاجه. قلت لها اوكي مفيش مشكله، انا هقولك انت متوقعه النسبه تكون كام. انا يا ستي بالرغم ان انا هشيل كل الريسك ده كله وكل الهاسل وكل الدوشه، وانا اللي عامل فول اب مع الكلاينتس وانا بلا بلا بلا، هاخد نسبه 30%، وانت يا ستي خدي نسبه 70%. اهم حاجه انت مرتضيه النسبه دي؟ قالت لي بصراحة أنا كنت عايزة النسبة دي. قلت لها وأنا كنت متوقعة، فأنا هاخد نسبة 30% وانتي تاخدي نسبة 70% من الأرباح عشان تكوني مطمنة وتشوفي إن دي حاجة بروفيتابل أو مربحة بالنسبة لك. قالت لي عظيم جدا، يلا بقى بينا نبدأ ونجهز كل الأسيتس بتاعتنا وجو أون. وفعلا جهزنا كل الحاجة. البروجكت يا جماعة بالمناسبة كان عبارة عن موقع اي كوميرس بنبيع برودكتس اونلاين بس متارجتين الايجيبت ماركت، المصريين يعني بنبيع في مصر. فعلا بدأنا وانطلقنا واشتغلت والله يا جماعة انا بحكي القصة حرفيا بكل الفيلينج اللي عندي وكل المشاعر. بدأت وانطلقت بكل ما أوتيت من قوة، مجهود، شغل، والله أقسم بالله العلي العظيم شغل بالفوق 10 ساعات، وأحط رولز وأحط سيستم وأحط اوتوميشن وأعمل ده وأسوي ده وأتابع مع الكلاينت. وهي أهم حاجة عندها تخلي بالها من الفلوس اللي بتتصرف وبس. طب تاسكاتك، طب اللي عليك اعمل كام تاسك كده خفيفة وما ظهرتش تاني. جلقت انا عايزه المشروع ينجح. بدأنا وانطلقنا، مش مهم يا رندا اشتغلي واعملي اللي عليك، المهم تنجحي. طب الشريكه اللي معاكي مش مهم، ما تركزيش فيها دلوقتي، خلاص هي اعتبريها وسيله ان هي تكون معاها البادجت، فانت تصرفي البادجت دي وانت تنجحي وكبري وقومي المشروع. فعلا اشتغلت وعدى اول شهر، جينا نحسب طبعا اول شهر مش هتبان حاجه، مش هيبان، مفيش بروفيت، احنا لسه مقومين بزنس بقالنا 30 يوم، اكيد مش هنكسب من تاني يوم، ده بزنس كان كل الناس فتحت بزنس. فجيت قالت لي ايه يا روني احنا كده خسرانين. ما هو طبيعي البزنس وده مش اي حد يعني هينجح في البيزنس. استنى شهر تاني طيب، ولا انت خايفه على فلوسي؟ قالت لي لا انا كده لحد دلوقتي مفيش خساره عندي بالماينس، بس انت كده يا بنتي مش هتاخدي فلوس، لان انت كده انت عارفه احنا شركاء في المكسب وبس، غير كده انا ماليش دعوه بالخساره. هنا بقى ايه، من بعد اول شهر بدا الكلام يتغير. قلت لها ماشي هنكمل وشهر كمان، طالما انت كده ما عندكيش بالماينس فخلينا شهر كمان ونشوف الدنيا بعدها هتبقى عامله ازاي. اشتغلت في الشهر التاني، انا الشهر الاولاني اشتغلت بكل ما اوتيت من قوه. الشهر اللي بعده ما كنتش بنام، كنا حرفيا في رمضان انا بنام على الشغل وبصحى على الشغل وبعمل على الشغل وبقوم على الشغل وبنام على الشغل، بروح اصلي وارجع على الشغل، بروح اكل وارجع على الشغل، من هنا ما بفرقش اللاب. وحرفيا ربنا كرمنا في رمضان بكرم لا يعد ولا يحصى. انا واعوذ بالله من قولة انا كنت وان مان شو، بعمل كل حاجه واي حاجه في البيزنس كاوفر اول عشان اقلل الاكسبنسز على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت نشوف الموضوع هيبقى بروفيتابل ولا مش بروفيتابل عشان هي ما تصرفش فلوسها على الفاضي. جينا اتحاسبنا بعد شهرين طبعا بقى هي شافت مكسب. او ماي جاش ما صدقتش. لا العظمه دي يا روني اللي انت عاملاها، ايه الجمال ده يا روني، قعدت تاخد مدح من ايه ما اقولكوش. خلصنا دخلنا بقى على العيد، قضينا العيد وبدأت بقى ايه مظاهر الغدر.
خلصنا العيد الصغير ورجعنا الشغل والدنيا مشيت تمام. 3 شهور كده خلاص. الشهر اللي بعده برضو الحمد لله بقينا بنتحسب بقى كل شهر، الحمد لله بدأت الدنيا كويسة. جميل. بدأت بقى هي ما بتعملش حاجة غير بتصرف فلوس وبس. طب ممكن تساعديني؟ لا انا مش فاضيه والله، عندي البيزنس بتاعي التاني. هي لان هي كان عندها بيزنس تاني فعشان كده هي كان عندها بادجت. طب محتاجه منك مساعده؟ لا والله مش فاضيه. شوفي انت يا روني، انت حال، انت ما شاء الله عليكي، انت سوبر هيرو وانت سوبر وومن وانت كل حاجه، فانت تقدري تعملي كل حاجه. ماشي، ما حضرتك برضو بتاخدي فلوس اكتر مني اضعاف مضاعفه، بس عايزاكي بس شويه مساعدات بسيطه. لا انت فيجر اوت الواي، وانت صلحي وانت تابعي وانت اعملي كل حاجه. ماشي مفيش مشكله. وروني هبله بقى، ما انا مشاركه اختي بقى. كنت هبله قوي والله، كنت مش عارفه ايه الهبل اللي انا فيه. دخلنا بقى العيد الكبير، صفرنا والدنيا تمام. جينا بعد العيد الكبير الدنيا بتبقى مريحه في السوق المصري شويه، وهي بقى مش عايزه تصرف فلوس خالص. قاعده بتبص على الفلوس، صرفنا وفي خساير. لا فين الخساير؟ طب ما تقولي لي، انا بحللك بالارقام اهو، مفيش خساير. روني انت مش مهتميه بالشغل. انا اللي مش مهتميه بالشغل يا بنتي، انت اصلا مش موجوده. يا روني الدنيا فيها خساير، انا الفلوس بتتسحب مني. انت مش مهتميه، انت مش مركزه، حرام عليك الفلوس اللي بتضيع دي، حرام انت. لا انا اللي مش مهتميه بالشغل. امال مين اللي مهتم بالشغل؟ انا اللي متابعه الشغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، انا اللي فاتحه الكامبينز 24 ساعه، انا فاتحه الموبايل واللابتوب على الابس بتاعه الشغل 24 ساعه. انت مش موجوده، انت مجرد بتتابعي فلوس لا 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 لا، انت مش مهتميه، انت مش قلتها انا. معلش ما تزعليش والله، طبعا العاده الهبل كده تاني مره، ما تزعليش حقك عليا، بط الدنيا خلاص. طب هراجع، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. مفيش يا بنتي حاجه، انا مش مقصره في حاجه. لا 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 لا، انت مش مركزه في الشغل. الفلوس يا روني، هو انت مش عشان انت بتعملي فلوس يعني وكده؟ قلت لها انا امال المجهود وطلع عيني ده منين؟ معلش انت بتاخدي فلوس على الجاهز، انا اللي المجهود وانا اللي التفكير وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا حلوه ركزي. انت بتقولي ايه؟ قلت لا ما هو برضو الفلوس انت عارفه احنا بنصرف ارقام على الاعلانات والارقام دي مش قليله. قلت لها حبيبتي انت بتصرفي الارقام وفلوسك بترجع لك وبتاخدي كمان عليهم عموله 70%، فايه انت الكسبانه. ما تجيش تكلميني كده. فضلنا على الحال ده، هي ما عادش موجوده وبدات تتلكك لحد لما جيت بعد العيد الكبير شهر واحد بالظبط. قالت لي روني محتاجين نعمل ميتنج نشوف الدنيا فيه ايه ونشوف الحسابات، لان حاسه ان الحسابات بتخسر جامد 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 جامد. البروجكت ده شكله مش هينجح خالص. قلت مش هينجح وفاشل. ماشي حبيبتي نعمل ميتنج. ما نعملش ميتنج ليه؟ جينا عملنا ميتنج، لقيت الدنيا كويسه ولقيت الدنيا كلها تمام. واذا المفاجاه روني، عايز اقولك على حاجه. انا مش هقدر اكمل في البروجكت بتاعك ده بصراحه. طب ليه؟ انت خسرانه يعني؟ انت شايفه فيه خساره؟ شايفه فيه حاجه ايه مثلا اللي تخليكي يعني تسيبيني في نص الطريق؟ احنا الدنيا كويسه الحمد لله، عاملين ارقام كويسه. قالت لي لا مش هقدر اكمل. طب ليه؟ اصلا انا داخله بروجكت تاني اكبر واوسع من البروجكت ده، فخلاص بقى عايزه اوفر الفلوس بتاعتي في حته معينه. طب وانا يعني أنا تعرفي بقى ايه انا احساسي ساعتها؟ انا بكلم اختي بجد، انا بكلم اختي، فاختي هتسيبيني؟ طب وانا؟ قالت لي والله شوفي بقى حد يديكي بادجت او تشوفي تستلفي فلوس وانت بقى كملي البروجكت ده، طالما كده كده انت كنتي عارفه ان انا ما كنتش موجوده اصلا معاكي وانت اللي كنت شايله البروجكت كله. فانت شوفي بقى استلفي لك فلوس من حد او هاتيك حاجه وكملي البروجكت لوحدك. انا جسمي كله بيترعش، مش عارفه اقولها ايه. تعرفي لما تكوني ماسكه ايد اختك ومطمنه فيها قوي، بالرغم ان اختك دي مش مقدراكي ولا بتعمل اي حاجه وانت اللي بتعملي كل حاجه، بس انت عشان اختك معاكي فانت مطمنه قوي ان اختك معاكي، اختك في ظهرك حمياكي، فانت بتعملي كل حاجه وانت مطمنه. فجاه اختك دي سابتك في البحر وانت مش عارفه تعملي ايه. بعدها والله العظيم انا بحكي القصه دي باستفاضه ولسه هكمل من الالم اللي بعد كده هيحصل لي بسبب الغدر ده. قفلت معاها الميتنج. يا ريت تكون عزيزي المتابع ركز معايا، هي قصه حقيقيه بس رخمه جدا
ومؤلمة جدا جدا، بس انا بحكيها لان الاشكال دي للأسف كتروا قوي في الزمن اللي احنا فيه ده، وللأسف اكتر واكتر واكتر. دي صاحبتي في الاول وفي الاخر، اقسم بالله العلي العظيم دلوقتي اللي من لحمنا ودمنا بيعملوا اكتر من كده وألعن كمان للأسف. فعشان كده عزيزي المتابع انا بحكي القصة دي باستفاضة الاستفاضة. يمكن اكون انا غلطانة، تكتبولي في الكومنتس تعرفوني ان انا اتعشمت في الناس بزيادة وضيعت تعبي ومجهودي، بس الحمد لله مفيش حاجة ضاعت عند ربنا مع شخصية كانت لا تؤتمن، بس هي اللي غدرت، انا ما غدرتش، انا كنت مدية الامان لحد اخر لحظة. نرجع بقى لقصتنا. فلت معاها الميتنج واتفاجئت ان هي بتمسحني من كل الابليكيشن. كن عندنا ايميل جي سوت على جوجل مسحتني منه، كان عندنا تشانلز على سلاك دلتت كل حاجه، بالرغم ان انا قايله لها خلاص اوكي انا اشوف ميزانيه او اشوف بادجت واكمل البروجكت. لا، هي دخلت مسحت كل الداتا مسحتها، اكن شخصيه مش عايزاكي تكملي اللي انت حتى بنيتيه واللي انت تعبتي فيه. هي ما تعبتش في حاجه، انا اللي تعبت. هي دخلت ببساطه مسحت كل حاجه. الاعلى بقى كمان، اغلب الشغل عندنا بيقوم على الفيسبوك ادز، اعلانات الفيسبوك. فاحنا كان عندنا بيزنس مانجر كبير او اكاونت اعلانات كبير جدا جدا. قلت لها بصي بقى، لما لقيتها بتدلي كل حاجه دخلت لها قلت لها بصي بقى، انت اخدتي كل حاجه ودمرتي هدمتي كل حاجه. يعني اللي انا قومته في شهور انت في لحظه كده خليتيه رماد على الارض. انا بقى هاخد البيزنس مانجر او مدير الاعلانات بتاع الفيسبوك اللي انا اعمل فيه الفيسبوك، لان هو ده العصب البيزنس انا عايزاه. قلت لها كده، اذا بالمفاجاه الكبرى. انا رحت قلت لها وانا مضروبه وانا مطعونه في ظهري، اكتشفت ان هي مسحتني من مدير الاعلانات ده كمان، وماليش صلاحيه اعمل اي حاجه. وقالت لي بالنص بفلوسي انا اللي كبرت مدير الاعلانات ده، وانا اللي خليته اكاونت كبير، فده من حقي انا. قلت لها من حقك، بس هو من حقي انا، لاني لولا مجهودي انا ولولا سهر عليه بالليالي والساعات وتعبي وعرقي ما كانش هيبقى كبير، كان هيبقى بلا قيمة لولا مجهودي. فاحنا شركة، انتي بفلوسك، بس فلوسك دي انا اللي صرفتها وانا اللي خليت الاكاونت يكبر. قالت لي لا، الفلوس هي كل حاجة، فده من حقي، فانتي ما تزعليش، روحي هاتي لك واحد بقى وكبريه على قد الميزانية بتاعتك وخلاص. لكن ده كبير انا عملته بفلوسي، عن طريقك انا هعترف بده، بس انا عملته بفلوسي، فده حقي عشان انا داخله بيزنس كبير وهحتاجه. فمعلش بقى يا روني، روحي اشوفي لك اكونت اعملي له كرييت فروم سكراتش وكبريه واحده واحده، مش مهم، ما تاخدوهوش على الجاهز، وابني كل المديول. انت بتقولي ان انا خسرت كل حاجه ورجعتك على الصفر لما بحكي كل ده، وابني كل الداتا من اول وجديد. ما تزعليش بقى يا روني، اشوفك على خير وبتمنى لك التوفيق. مش صدمه، مش عارفه اقول ايه. اقول اللي انا كنت بعتبرها زي اختي هي اللي غدرت بيا؟ اقول اللي انا كنت بستقوى بيها هي اللي طعنتني في ظهري وهي اللي سابتني في نص البحر؟ يا ريت كمان سابتني بعد ما بنيت البيزنس ده، دمرت كل البيزنس، دمرته. طب دمرتيه ليه؟ ما سبتهوش ليه عملتي كده؟ ليه غدرتي كده؟ ليه اللي غدرك يكون بالشكل ده؟ انا متقبله ان انت ماشي من حقك تاخدي فلوسك وتعملي بروجكت تاني، طب ليه البروجكت ما سبتهوش زي ما هو؟ سيبيه زي ما هو عشان اكمل عليه بدل ما ابدا من الصفر. ليه رجعتيني للصفر تاني؟ ليه خليتي شهور وايام تضيع في الارض بضغطة زرار واحده؟ ليه اللي غدره والطعنه تيجي منك انتي يلي كنت بستقوى بيكي، يلي ضحيت بتعبي وعرقي ومجهودي وحقي عشان بس انت اللي معايا؟ ليه هدمتي كل حاجه؟ ليه؟ ولحد دلوقتي معرفش هي ليه دمرت كل حاجه، وليه نهت الريليشن ما بيننا بالشكل ده. ليه؟ هل الفلوس هي السبب؟ طب ما انت كنت بتاخدي النسبه الاكبر. طب ايه اللي في دماغك؟ انا والله معرفش.
اللي اعرفه ان الغدر مش بيجي من العدو، الغدر الحقيقي يجي من اقرب الناس الى قلبك، وكمان ممكن اللي من لحمك ودمك اللي يغدروا فيك. احنا فعلا وصلنا للليفل ده، والله العظيم كل كلمة في هذه الحكاية حصلت معايا بالفعل في 2021. وبعد ما خسرت كل حاجة خسرت صديقة كنت بعتبرها أكتر من أخت، وخسرت شغلي اللي فضلت أكتر من 6 شهور ببني فيه، اتدمرت حرفيا، نفسيتي تعبت جدا جدا، قفلت كل حاجة وانعزلت على العالم. بسأل نفسي ليه الضربة تجيلي من أكتر إنسانة كنت بحبها في حياتي؟ ليه الضربة تجيلي من أكتر إنسانة كنت بعتبرها زي أختي؟ فضلت على الحال ده شهرين بدون شغل، بدون تفكير، عايشة في أحزاني وبس، مش عارفة أخرج. ليه القريب مننا هو اللي يعمل فينا كده؟ ما لقيتش إجابة لحد ما سمعت كتاب The Power of Now من قناة دوبامي كافين. قال لي قومي يا رندا، خلاص اللي حصل ما قدامكيش غير حل واحد بس اللي قدامك، وهو اللي هيخرجك من اللي انت فيه، ان انت تقومي تبني اللي اتهدم من اول وجديد. ده الحل. زي ما بنيتي مرة تقدري تبني 1000 مرة. انت اللي بنيتي مش هي اللي بنت، هي مجرد كانت وسيلة ليكي فلوس عشان البيت. هاتي الفلوس من اي حتة وابني من اول وجديد. بس انت اتعلمتي اهم درس، ان الغدر الحقيقي بيجي من اقرب الناس الى قلوبنا وليس العدو. الحمد لله، والله انا في الفيديو ده رغم الالم والاسى اللي حسيتهم، بس عايزه اشكرها، لان لولاها كان زمانها هي بتاخد 70% وانا باخد 30%، وهي تاخد 70% على الجاهز بدون اي تعب، بدون اي وجه حق، وانا اللي طالع عيني حرفيا في الشغل باخد 30%. بالرغم ده انا كنت مستمتعة جدا عشان هي كانت معايا. لكن في الفيديو ده انا بشكرها شكرا على غدرك، لان انتي بينتي شخصيتك الحقيقية، بينتي ان انتي بتنتهز الفرص. شفتي معايا فرصة، اوكي يلا جو اون، استفدتي مني لاقصى درجة، خلصتي استفادتك، يلا هوب فرصتك الاعلى رحت فيها، هكذا وهكذا. لكن انا ربنا بيحبني. عسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، الله يعلم وانتم لا تعلمون. انا الحمد لله ربنا كان بيحبني ان انا اشتغلت معاكي احنا الاثنين كشركاء لمده 6 شهور. ربنا كان مطلع على كل حاجه، شايف مين اللي كان معاه الحق. واقول لك دلوقتي الحمد لله كرم ربنا عليا لا يعد ولا يحصى. شكرا ان انت عرفتيني ان انا من غيرك قدرت، مش انت اللي كنت السبب ان انا قدرت ابني. لا الحمد لله انا اللي بنيت الاول معاكي، وانا اللي بنيت في الاخر برضو من غيرك. شكرا ليكي ان انت بنتي على حقيقتك، ان فعلا ما تعامل شخص ايا كان قريب غريب في الفلوس او في الماديات عموما. الماديات بتبين حقيقة الاشخاص، بتبين اللي جوه الانسايد، لكن من بره احنا بنعرف نزين نفسنا كويس، احنا بشر يعني بنعرف نخدع بعض. بس كده عزيزي المتابع، عارفة ان انا طولت عليكم جدا، وعارفة ان قصة النهاردة هي قصة من ارخم القصص او من ارخم الحكاوي اللي ممكن احكيها على قناة روني المصري. حرفيا الغدر، احذروا من الغدر. القريب خافوا من الغريب. احنا في الزمن ده انا بقول لكم في الزمن ده خافوا من القريب، ما تخافوش من الغريب. الغريب كده احنا بنبقى مأمنين نفسنا قوي، عاملين فينا شطار جامد جدا. لكن القريب او اللي احنا بنقول دول اقرب الناس لينا، دول زي اخواتنا، دول زي حبايبنا، دول استحاله يغدروا فينا، دول استحاله يعملوا فينا كده. لا، هم اللي بيغدروا فينا، هم اللي بيأذونا، وهم اللي بيعملوا فينا كده، وهم اوحش حاجه بيعملوها القريب. هو ده درس حكايه النهارده. الغدر ليس من عدوك، ولكن الغدر الحقيقي من أعز الناس إلى قلبك. هو ده الغدر حقيقي. رب حفظنا جميعا من الأشكال دي وبعدهم عننا يا رب، وبين لنا حقيقتهم. يعني لو الناس دي قريبة مننا في الوقت الحالي، بين لنا حقيقتهم في أسرع وقت ممكن. بشكر رب العالمين رغم الألم والحسرة اللي أنا عانيته بعد ما هي سابتني، لكن ربنا كان معايا فعلا، وتعلمت أهم درس، إن أنا أقولش أنا معايا فلان، أنا معايا علان، أنا في ظهري فلان، أنا في ظهري علان. لا، أنا في ظهري رب العالمين. هلا إن معي ربي
سيهديني. وبكده نكون خلصنا حكايه النهارده. يا رب تكون عزيزي المتابع عجبتك حكايه النهارده. لو عجبتك حكايه النهارده متنساش تدعمنا بايه لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان لما ننزل اي حكايه جديده من حكاوي رون المصري يجيلك اشعار وتروح تتفرج على الحكايه وتعرف ايه هو الدرس المستفاد من الحكايه الجديده. ولو استفدت بقى وعجبتك الحكايه قوي شيرها مع غيرك على الواتساب او الفيسبوك والاستفاده تكون للجميع. اشوفكم ان شاء الله عزيزي المتابع في حكايه جديده من حكاوي رون المصري. دمتم سالمين. الله عزيزي المتابع اشوفكم في حكايه جديده. باي باي. رون المصري.